السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في اكلة هنية على كيفك. النهاردة ان شاء الله فيديو مميز جدا من مطبخي. اختي زارتني وشرفتني، وان شاء الله هتعمل لكم اكلة الفطير الشرقي، لان هي مميزة بيه جدا في العيلة. فانا استغلت الفرصة بصراحة ونقول لكم خبرتها في الفطير الشرقي دي خطوة بخطوة. اهلا بيكي حبيبتي، رحبي بكل المشتركين معانا. اهلا بحضراتكم. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم الفطير الشرقي، يا رب يعجبكم ويبقى ضيفه خفيفه ان شاء الله يا حبيبتي. قولي لنا بقى مقدار الدقيق ده قد ايه؟ ده 2 كيلو دقيق مخبوزات. تمام. نوع جيد. نوع جيد او كل الاستخدامات هنضيف عليه. معانا قد ايه ده؟ ده معلقتين ملح صغيرين. تمام. هنضيفهم. معانا 4 معالق سكر. وري بس الساده مشاهدين كده. 4 معالق من السكر. سكر. تمام. ما فيهوش خميره؟ لا ما فيهوش خميره. الفطيره بتاعتنا ما فيهاش خميره ولا بيكنج باودر ولا خميره؟ لا خالص. تمام. محتاجه ايه بس؟ وميه بس. ميه دافيه. تمام. هنبدا بقى نعجن. بسم الله. بسم الله. ميه بالتدريج. طبعا الميه ملهاش مقدار، حسب ما العجينه تلم معاكي. بالظبط. بسم الله. بسم الله. ممكن اساعدك اصب لك انا ميه؟ ايوه يا ريت. كفايه كده ولا احط كمان؟ لا كمان بس العجينه تلم. عايزه اقول لحضراتكم ان طعمه تحفه، احلى من البتاع اللي بيتباع عند الفطاطري او في المطعم بجد، وانضف كتير لان معمول في البيت. انا دقته من ايدها قبل كده في منتهى الجمال. ان شاء الله الفيديو النهارده هينال اعجابكم باذن الله. شويه محتاج شويه ميه كمان. زي ما حضراتكم شايفين كده، الميه بالتدريج، ما بنحطش كميه معينه لغايه ما العجينه تلم معانا. ميه لو سمحت. هنفضل بقى نحط ميه كده لغايه ما العجينه تلم معانا، ونرجع تاني لحضراتكم نوريكم شكلها بعد ما تلم. رجعنا لحضراتكم تاني. بصوا اختي عجنت العجينه وشالتها من الطبق الكبير اللي كنا بنعجن فيه، كملت عجن على الرخامه. ليه بقى عجنتي على الرخامه؟ الرخامه احسن واوسع يعني، بس المفروض تقعد تتعجن كده مش اقل من ربع ساعه لحد ما تبقى ناعمه. كل ما تتعجن كل ما تتعجن تبقى النتيجه احسن وتورق. انت قلتي لي حاجه، قلتي لي بنشط فيها ايه؟ الجلوتين. بالظبط كده، اللي هو العرق بتاع الدقيق عشان تدي نتيجه افضل. بصوا حضراتكم فعلا بسم الله ما شاء الله العجينه ملسه جدا جدا، لونها ابيض والعجينه ما فيهاش اي تشققات خالص. قسمتي بقى العجينه على 2 يعني؟ ده 2 كيلو. ده 2 كيلو قسمناهم على 2. هنبدا دلوقتي نعملهم كور صغيره اكبر من البيضه بشويه. تمام. ونحط زيت ونسيبهم يرتاحوا. اهم حاجه يرتاحوا من ساعه لنص ساعه لساعه، مش اقل من كده. رغم ان هم ما فيهمش خميره ولا حاجه، بس لازم ترتاح معاكي. اهم حاجه ان العجينه ترتاح. تمام. عشان لما تتفرد ما تتقطعش. لو ما ارتاحتش هتقطع. كده. وهندهنها بزيت. نجيب الزيت بالظبط كده. اهي بساعدك كده بزيت. احنا هنعمل دلوقتي حوالي كيلو. تمام. مش هنعمل الكميه كلها؟ لا حوالي كيلو. يعني ايه بتغمزيها كده في الزيت بس؟ بس بغلفها بالزيت عشان لما اجي افردها تتفرد معايا بسهوله. وحجم الكوره دي هي حجم الفطيره؟ حجم الفطيره بالظبط، لان هي لسه عشان ما نقعدش نقطع منها يعني. بالظبط. بصوا حضراتكم، يعني حجم الكوره اهي هي حجم الفطيره اللي احنا نفردها عشان تبقى جاهزه على طول. طبعا ممكن نكبر عن كده يعني، لو عايزين حد فطيره اكبر يكبر، مفيش مشكله، دي اختياري يعني. تمام. بص حضراتكم طريقه لف الكوره، طريقه حلوه قوي يعني. بسم الله ما شاء الله. برضو الكيلو بيدي كميه حلوه. نكمل احنا بقى. نكمل احنا بقيه الكور. ونسيبها ترتاح نص ساعه. تمام. وبعدين نرجع لحضراتكم بعد نص ساعه عشان نشوف الحشوات مع بعض. كده حضراتكم احنا سيبنا الفطير بتاعنا حوالي نص ساعه او اكتر كمان يستريح. عملوا بسم الله ما شاء الله كام معانا فطيره يا منى؟ 24 فطيره، ولو صغرنا يعملوا اكتر. بسم الله ما شاء الله. ادي صينيه وادي الصينيه الثانيه. الكاميرا تجيب لي الصينيه الثانيه اهي. طبعا احنا مش هنعمل الكميه كلها قدام حضراتكم، هنبتدي ان شاء الله دلوقتي في الحشوه. عرفينا بقى الحشوات بتاعتك. عندنا فلفل اخضر، عندنا فلفل الوان، فلفل رومي يعني مش حامي. لا مش حامي، اللي حابب حامي يحط. تمام. عندنا زيتون، طماطم، لحمه معصجه، وعندنا ميكس لطيف من دومتي، ميكس معمول من شيدر وجبنه جوده
وموتزاريلا. طب وري كده، وري كده متابعينا الميكس ده اهي. دومتي ده ميكس لطيف قوي من دومتي. انت مجرباه؟ حلوه يعني. حلو جدا. والحشوات زي ما تحبوا، ممكن نغير اللحمه بفراخ او ممكن ما نحطش لحوم خالص، تبقى جبن بس، هتبقى حلوه برضه. يعني ممكن الحشوه الفلفل كله بالزيتون والطماطم وكله جبن، ما نحطش لحمه ولا فراخ، مش فيش بروتين. لا ما فيش. يعني عندنا هنا اقتصاديه برضه. هيبقى جميل جدا. وعندنا زيت وسمنه هنحطهم على بعض، هنضيف الزيت هنا على السمنه. ده الماده الدهنيه بتاعه الفرد اللي هنقدر نفرد بيها عشان الفطيره تورق. تمام. بس يعني الفطيره هنفردها بس بزيت على سمنه. بزيت على سمنه بالظبط. لو بزيت بس هتبقى ناشفه متهيألي. هتبقى لطيفه بس ناشفه شويه، كمان السمنه بتدي طعم حلو. طيب نقول بسم الله ونبتدي نفرد الفطير بتاعنا. يلا هنشيل بقى صينيه ونبتدي نشتغل في واحده. نجيب معانا اول فطيره. تمام. اوسع لك الدنيا كده ولا تمام؟ تمام. ممكن بس نشيل الحاجه شويه. اساعدك. اهو. خلي الحشوات جنب ايدك. نفرد ونبدا نشتغل. يلا بينا. حاجه العجينه طبعا فرقت في ايدك لما سبتيها ترتاح نص ساعه. طبعا هتفرق جدا في الفرد دلوقتي. المهم ندهن كويس. محتاجه نشابه ولا بالايد؟ لو ارتاحت كويس مش هتحتاج اهي. ما شاء الله مش محتاجه. لا خالص مش هتحتاج اهي. وزي ما قلت يا جماعه ما فيهاش خميره، ما فيهاش خميره. ما شاء الله السمنه على الزيت مع الفرد ان شاء الله تطلع مورقه وجميله. زي ما حضراتكم شايفين بتفرد بسهوله جدا معاها. ليه؟ لان هي ريحت العجينه وكمان خدمتها قوي في العجن. مهم قوي ان احنا نقعد نعجن فيها شويه. عجناها قد ايه؟ 10 دقايق؟ اكتر، حوالي ربع ساعه، لان احنا كمان قسمناهم كل كيلو لوحده عشان نقدر ان احنا نعجنه كويس قوي. تمام. على الرخامه زي ما حضراتكم شايفين كده، سمنه على زيت، ونبتدي باطراف الصوابع كده ونفرد ونوسع. طبعا الحجم زي ما هم عايزين. بالظبط. هو اهم حاجه ان نبدا نشوف الرخامه. اهم حاجه الفطيره تبقى شفافه، ما تبقاش تخينه. شايفه الرخامه من تحتها، ما تبقاش سميكه. سميكه بالظبط مش هتطلع حلوه ابدا. تمام. ادي سر من اسرار الفطير الشرقي اهو. بسم الله ما شاء الله. انا شايفاها كويسه جدا. تمام. لو حصل قطع زي كده مش مشكله بايدينا، ده وارد، مفيش مشكله. ده بيحصل في كل الفطير. بصوا بتلموا ازاي. ما نقولش العجينه باظت، ما نقولش الفطيره باظت ونعيدها من الاول، لا نكمل. لو اتقطعت قوي بناخد حته من فطيره تانية بنعملها قاعده. بسم الله ما شاء الله عليكي. صح. يعني مثلا كده عشان يعني دي معانا خدتي جزء من من كوره تانية. بالظبط. نعملها قاعده للفطيره دي. ندهن هنا سمنه ونبدا ندهنها كويس، بس تكون قاعده عشان ما تقطعش اكتر. تمام. ما تستكتروش يا جماعه السمنه بالزيت، في الاخر بتطلع طعمها خرافه، مش تقيله خالص. ممكن بزيت بس زي ما تحبوا يعني. ممكن بزيت بس ما ينفعش زيت زيتون متهيألي في الوصفه دي. لا خالص ما ينفعش. صعبه. ليه نكهه معينه كده. زيت زيتون مش هيخش الفرن ومش للمخبوزات. بيتحرق بسرعه. تمام. والنتيجه مش هتبقى حلوه. هو زيت نباتي. والسمنه برضو احنا استخدمنا هنا سمنه نباتي. ممكن زبده. ممكن زبده وزيت. وممكن سمنه بلدي. وممكن سمنه بلدي. ممكن سمنه بلدي حلوه برضه. تبقى حلوه قوي. طيب نبتدي دلوقتي نحط الحشوات. اجيلك كده بس اساعدك. ممكن سكينه بس. حاضر حالا. سكينه اهي. شكرا. اقطع بس الطرف كده. خدتوا بالكم يا جماعه من التقطيعه بتاعه الاطراف دي؟ مهمه قوي عشان لما تيجي تتنيها تبقى ليها شكل. هنبتدي الحشوات. هنحط ايه اول حاجه في الحشو هنا؟ اول حاجه هنحط اللحمه المفرومه المعصجه. وهتلاقوا عند حضراتكم تعصيجه اللحمه فيديوهات ليا كتير ان شاء الله موجوده في القناه، ارجعوا لها. نحط الكم اللي احنا عايزينه. الكميه دي بس في الحشوه عشان ما تطلعش. عشان ما تطلعش. تمام. وبعدين فلفل رومي مش حامي. اللي حابب يحط حامي مفيش مشكله يا جماعه. وايه تاني؟ الفلفل الالوان. يعني الفطيره فيها قيمه غذائيه عاليه جدا ما شاء الله. طعمها جميل وشكلها بيبقى حلو قوي. لا وفيها كمان فيها حاجات كتيره مفيده. يعني كميه الفلفل الالوان دي فيها كميه كالسيوم وحديد عاليه جدا. بالظبط. اطفال يحبوها قوي. طبعا. عشان كمان الجبن لما تشد مع الجبن والسيح. نحط الجبن. ميكس جبن زي ما وريت لحضراتكم الكيس اللي اختي جايباه. ميكس جبن موتزاريلا مبشوره على تشيدر على جوده. وممكن بصوا لكم معلش هنعمل زوم بالكاميرا على التطبيقه دي اهي. هي بس عشان كانت اول طرف
وبعدين الاطرف اللي هي عاملاها بالسكينه بالظبط اهو. بسم الله بسم الله ما شاء كده. الله. دي بتخليها مورقه قوي التطبيقه دي. تمام. وغير ان الحشوه مش هتطلع. بسم الله ما شاء الله جميله. مش هتطلع. لا فعلا الولاد بيحبوها جدا، يحبوها كمان اكتر في عشاء لو حطيناها حتى في اللانش بوكس والله خفيفه. نجيب الصينيه بتاعتنا. الصينيه بقى دهنتيها ايه؟ الصينيه زيت برضو على سمنه. دي اول واحده. ممكن نعمل وشها لو حابين يبقى زي البيتزا، ممكن نحط كمان صلصه بيتزا على الوش. دي فكره جميله كمان. خدتوا بال حضراتكم؟ يعني هي حشتها وممكن كمان تستخدم الوش كوش بيتزا عشان الولاد تشد الولاد جدا. وشكلها ممكن نحشيها خضار كمان، نخلي الولاد يستفيدوا منها. نحشيها خضار، ممكن كوسه مبشوره وجزر مبشور. تمام. وبصل مشروم، ممكن مشروم وشرايح فراخ تبقى حلوه جدا. بسم الله ما شاء الله. بصوا حالكم فطيره معانا، فطيره ريتش جدا، غنيه جدا، فيها كل العناصر الغذائيه، مش مكلفه كتير على فكره. يعني احنا استخدمنا هنا حوالي ربع كيلو من اللحمه، قدامها نص كيلو من البصل او ربع كيلو من البصل، وبقيه المكونات موجوده في كل بيت، طماطم وفلفل. ممكن نستغنى عن حاجات منها طبعا. هندهن وش حاجه الاطراف بس ندهنها عشان تتحمر كويس، عشان بس تاخد لون حلو يعني. تمام. جبنا ممكن نعمل واحده تانية، ممكن نعملها عشان لك كمان الصينية. ممكن نعملها ساده كمان. تمام. اتفضل. كل مره ندهن، كل مره ندهن، وايدينا دايما ما تبقاش ناشفه. ده من الفلفل مفيش مشكله في الطماطم. نحاول ان احنا نفردها مستطيل عشان لما تيجي تطبقيها. بالظبط. الوصفه دي حلوه قوي يا جماعه للمقبلين على الزواج كده ولسه مش عارفين يعملوا فطير او بيتزا. يعني هو ينفع فطير وينفع بيتزا. جدا. ينفع. نفس الطريقه اللي فاتت، بس برضو هنوريها لحضراتكم عشان اللي ما خدش باله من التطبيقه. نحاول اهو نخليها مستطيله. تمام. قد ما نقدر بندهن كده بس نفردها. معلش يا حبيبتي هتعلي صوتك شويه. حاضر. عشان كل اللي بيسمعنا يستفيدوا ان شاء الله، يطبقوا الوصفه دي ويقولوا لنا في تعليقاتهم عجبتهم قد ايه وعجبت ولادهم قد ايه. ان شاء الله تعجبهم جدا. تسلم ايدك جميله. نبتدي بقى نحط الحشوات بالترتيب ولا عادي؟ ممكن نحط لا عادي جدا. الحشوات مش بالترتيب ومش حاجه ثابته اصلا يعني. تمام. ممكن نعمل ميكس في طبق مره. ممكن الحشوه. وممكن اصلا في ناس بتحبها حلو، وصفه حلو يعني. تحشي ايه؟ مربى مثلا؟ مربى نوتيلا. موز بالقرفه. تمام. سكر بودر. سكر بودر على الوش. تمام. وفي بيسقيها لبن لو حابين انها تكون طريه لما تكون حلو. كاستر. تمام. تبقى تحفه برضو. مهلبيه. حتى لو بسبوسه بتبقى حلوه قوي. انت عشان زيارتك مفاجاه، وانا وعدت المشتركين ان احنا النهارده هنقدم لهم فيديو جامد. كنت جهزت حلويات كمان وكنا حشيناها حاجات حلوه. ان شاء الله مره تانية نعمل الحلو، نعمل الفطير الحلو مره تانية ونعملها. تمام. نبتدي نحط ايه دلوقتي؟ لحمه مفرومه. نحط اللحمه. نكتر نقلل دي بتاعتنا بقى. حسب الطعم اللي انتوا حابينه. نكتر بقى نقلل مش مشكله. طماطم. تمام. الطماطم احنا نسينا نقول ان احنا شايلين البذر بتاعها، القلب علشان الطماطم ما تنزلش ميه وتبوظ الفطيره. وعايزه اقول لحضراتكم ان اختي شالت القلب ده قدامي في علبه، قالت لي في الفريزر نستخدمه في الصلصات ما يترميش. بالظبط. تمام. زيتون اسود، ممكن اخضر، ممكن اي زيتون، اي حاجه. ممكن اللي مش بيحبوا يستغنى عنه خالص. طيب ماشي. ميكس الجبن. ميكس الجبن. يا سلام بقى لو كنا حطينا ايه فلفل حراق بس كده. تمام. عشان الولاد الصغيرين، عشان الاطفال بس. هتقطعي الحروف اللي حابب حراق يحط. تمام. بسم الله. حسب ايدك بس. هي فعلا افضل حاجه يا جماعه الشغل على الرخامه بصراحه عن الصينيه بكتير. هي حتى اختي وهي بتعجن عجنت بعد الطبق، عجنت على الرخامه. ايوه طبعا نتيجتها افضل. الرخامه اوسع واحسن وبتعجني بطريقه افضل يعني. صحيح. اهو بص حضراتكم، اول طرف وبعدين يمين شمال وهكذا وهكذا. سهله وبسيطه جدا، مع ان شكلها يديك ان هي مكلفه قوي وصعبه في عمايلها. لا خالص سهله. ولو عملناها مش هنبطل نعملها. الولاد هيحبوها جدا. يطلبوها.
بصوا الحته اللي اتقطعت دي هتعمل، بص هتعمل ايه دلوقتي، هتقفلها ازاي. تمام. عجين كل ده في طبيعي إيدينا. بيتقطع، كل ده في مفيش إيدينا. مشكله. الصينيه اهي ساعدك. اتفضلي. بعد ما عملناها خلاص ضروري جدا نسيبها ترتاح نص ساعه تاني، نص ساعه تاني. بالظبط، نص ساعه. وقبل ما تتحط في الفرن ندوس عليها دوسه زي كده، ضغطه كده. بس نفردها يعني. تمام. بتاخد قد ايه في الفرن؟ حسب ما تتحمر، حسب كل فرن. هي تتعمل على حراره مش قليله يعني، مثلا 180، ممكن 200، ممكن 200. لان هو ممكن في الطاسه يعني. وممكن نقول لهم ان في الطاسه كمان ممكن يا جماعه. اختي بتقولي ممكن كمان اعملها في الطاسه، هي كتير عملتها كده. بالظبط، في الطاسه بتبقى سهله جدا. طاسه تيفال، اهم حاجه فيها نقطه زيت او نقطه سمنه. تمام. ونحط الفطيره ونغطيها على درجه حراره واطيه جدا. ونقلب بقى للوش تحمر من تحت. هنا نبدا نقلبها على الوش ده، تاخد لون، بتبقى جميله وسهله جدا. تمام. ندخل دول الفرن بقى ونرجع لكم تاني، ونرجع لحضراتكم تاني ونشوف بعد ما استوت عامله ازاي. وادي حضراتكم الفطير بتاعي لسه طالع اهو من الفرن، او بتاع اختي، ربنا يخليها يا رب ويحفظها. صراحه ريحته قلب المطبخ، ريحته في منتهى الجمال، طري. بصوا ده اللي هي عملته بالوش البيتزا، بصوا عامل ازاي، جبنه ساحت، طري جدا رغم ان هو مفهوش خميره. منمن نمسكي واحده كده وريها للجماعه كده، قربي كده. دي اللي هي وش بيتزا طري بصوا الهشاشه، بصوا الجبنه وريها لها من جوه، بصوا الجبنه بتمط ازاي، وفي توريقه منتهى الجمال. هتعجب الولاد جدا ان شاء الله. ريحته بجد جامعه ما بين الفطير وما بين البيتزا. وبصوا بسم الله ما شاء الله اللون، يعني 2 كيلو عملوا لنا بالظبط 24 فطيره. بسم الله ما شاء الله. بصوا حضراتكم الاحجام طبعا زي ما احنا عايزين نصغر الفطيره او نكبرها، دي بتاعتنا. تسلم ايدك. تسلمي وبألف هنا. شرفتيني يا حبيبتي ونورتيني، ان شاء الله نكررها تاني ان شاء الله. اتمنى تجربوه ويعجبكم. عايزه تشجيع من حضراتكم بقى، لايك وشير كتير وسبسكرايب، ما تنسوناش من فضلكم. عايزين نوصل الفيديو ده ان شاء الله لمليون مشاهده باذن الله. شجعوني وشجعوا اختي اللي شرفتني النهارده. شكرا ليكم والسلام عليكم. سلموا على مشتركينا. متشكره جدا، اتبسطت معاكم النهارده، يا رب يعجبكم. السلام عليكم. وعليكم